أهلي طرابلس الليبي بقيادة حسام البدري يقترب من التعاقد مع المهاجم بابلو صباغ الذي كان الأهلي مهتما بضمه سابقا قبل التراجع عن الصفقة. الزمالك ينتظر رفع إيقاف القيد نهاية الموسم للدخول في منافسة مع بيراميدز على ضم أحمد عبد القادر لاعب الكرمة العراقي. المهاجم الأردني علي علوان يتعرض لإصابة قوية في الكاعل ستبعده عن الملاعب قرابة شهرين بعدما كان مرشحا للانتقال إلى الأهلي. سيراميكا كليوباترا يؤكد أن لاعبيه سيخوضون كل مباراة متبقية في الدوري باعتبارها بطولة مستقلة في ظل طموحات المنافسة على اللقب. جمال حمزة يؤكد صعوبة منافسة الزمالك على لقب الدوري بالعناصر الحالية، مشيرا إلى أن اللاعبين الشباب لن يتحملوا ضغط المباريات المتتالية. عصام الحضري يرى أن محمد الشناوي يمر بفترة تراجع ويحتاج للتركيز واستعادة مستواه، مؤكدا أن مصطفى شوبير يستحق المشاركة أساسيا حاليا. كما استبعد عودة كهربا للأهلي لعدم توافق إمكانياته مع الفريق. هاني رمزي ينتقد المقارنة بين نتائج الأهلي بوجود إمام عاشور وغيابه، مؤكدا أن ذلك قد يزيد غرور اللاعب ويضر بالمنظومة، مشددا على أن خطأ اللاعب كان يستوجب عقوبة صارمة للحفاظ على مبادئ النادي وهيبته. سفارة مصر في المغرب تنفي بشكل قاطع رفضها أي طلبات للحصول على تأشيرات سفر لجماهير الجيش الملكي المغربي، وتؤكد أنها وافقت على أغلب الطلبات خلال 24 ساعة فقط، مشيرة إلى أن الإجراءات تسير بصورة طبيعية. توقعات بموافقة الجهات الأمنية في مصر على حضور ما بين 30 إلى 50 ألف مشجع خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي المقبلة، بعدما طلب الأهلي الحضور بالسعة الكاملة للاستاد. المدير الفني للأهلي يوافق على دراسة إعارة أحمد خالد قباكة في ظل رغبة الجهاز الفني في التعاقد مع لاعب وسط مدافع جديد. أنباء قوية عن اهتمام نادي البنك الأهلي بالتعاقد مع محمد عواد حارس مرمى الزمالك قبل غلق باب الانتقالات. نادي الزمالك يعرض اللاعب الأنغولي شيكو بنزا للبيع بسبب عدم اقتناع الجهاز الفني بإمكانياته الفنية، إضافة إلى بعض الملاحظات السلوكية. حمدي فتحي يقود فريق الوكرة لتحقيق فوز قاتل في الدوري القطري بعدما سجل هدف الانتصار في الدقيقة +90 ليمنح فريقه الفوز بعد مباراة كانت في طريقها للتعادل. تقارير تشير إلى أن كريستيانو رونالدو يدرس عدم استكمال مشاركته في الدوري السعودي مؤقتا لحين حصول لاعبي النصر على الرواتب المتأخرة.